فضل الشيخ، هناك من يقول بأن أول ليلة في القبر هي أول ليلة فيها تعب وفيها خوف وفيها فزع، فما الواجب تجاه الميت في هذه الليلة؟ لا أعلم نصا صريحا يقول في القرآن أو السنة أن لنا واجب على الميت، أن هناك واجبا للميت في أول ليلة. نعم. القبور أول منازل الآخرة. المشروع أن الإنسان عندما تحضره الوفاة ويحضره بعض أهله أو قرابته أو خواصه أو من كتب الله له أن يشهده، أن يحرص على أن يلقنه الشهادة ويذكره بها، لعموم قول عليه الصلاة والسلام: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فإذا تأتى هذا فالحمد لله، وإن لم يتأتى فالحمد لله، لكن لا يغلظ عليه خوفا من أن يقول كلمة قاسية نحو الشهادتين فيكون رده سببا في هلاكه. وربما قالها وأنت لا تسمع، يعني قد يكون قالها في قلبه وعجز لمرضه أن يجهر بها. فليس كل أحد لم يتلفظ بالشهادتين جهرا يدل على أنه لم يقلها سرا. ثم إن المؤمن من حقه علينا أن يغسل ويكفن ويصلى عليه، فإذا وضعناه في قبره نقول بسم الله وعلى ملة رسول الله. هذه بسم الله. إذا لم يرد في هذه طبعا ليست عبرة، هذه خنقة عارضة، حتى يظن الناس بنا ما ليس فينا. فهنا المشروع الدعاء له، لحديث أبي داود قال: سلوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل، فيدعى له. نعم. غير ذلك لا أعلم نعم. نصا أرفعه من النبي صلى الله عليه وسلم. أعيد وأقول هذه شيء من الخنقة.